السلام عليكم، أهلا حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديالنا اليوم هي فلان أو كريم كراميل بالتفاح. هاد الوصفة سهلة، كتجي لذيذة رائعة. المكونات ديالها بسيطة ونقدروا نوجدوها في وقت وجيز، يعني ما كديناش الوقت بزاف. نمشيو دابا نشوفوا الوصفة، مشاهدة ممتعة. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غنحتاجو نصف لتر من الحليب، 2 حبات من التفاح، تفاح متوسط أو إلا كانت كبيرة نعملو 1.5. 2 أكياس من فلان، الوزن ديالهم 5 غرام. السكر حسب الذوق. بالطريقة غنجيب ديك 2 تفاحات، غنقيهم، نزولهم بالبودور ديالهم ونقطعوهم قطع عشوائية. من بعد غنضيفهم على الحليب، نجيبو طحانة كهربائية ونطحنو الخليط، غير نعملو بحال الباتيدو، يعني بحال عفوا بحال العصير. نطحنوه مزيان. من بعد غنصفيوه. نجيب الصفاية باش نصفي. جبت هذه صغيرة، غنبقى نهار كامل، اللهم نمشي نجيب الكبيرة أحسن. هذه اللي غادا فوق لي دغيا. كما كتشوفوا ديك العصير كامل كيهبط لتحت وكيبقاو ديك التروش، ما نعرفش شنو نقولو. المهم كنتمنى تكونوا عرفتوني. كيبقاو ديك طروف التفاح تما، حيت الا عملناهم فلان غيجي حرش من الداخل. نضيفو ديك 2 أكياس د فلان. هاد فلان كل كيس فيه 5 غرام. من بعد غنضيف السكر كيبقى حسب الذوق. نضيف قرفة غير شوية، نسيت ما ذكرتها مع المقادير، ويمكن نعوضوها بقرفة عواد، انا ما كانتش عندي، استعملت غير هذه. نخلطوا المكونات مع بعضها مزيان، ويمكن نستعملوا حتى الخلاط الكهربائي. نعملوه يغلي على نار مهيله، الطريقه العاديه الفلان الموجوده على الغلاف ديالو. هنا بعد ما طاب الفلان غنخلوه مباشره في كيسان التقديم او القوالب، فرديه او جماعيه، او يعني او قالب عائلي. نخليوه يبرد شويه، عاد ندخلهم للثلاجه يبردوا مزيان. نجيبو الفلان نقلبوه في طبق التقديم، قبل ما نقلبوه نقوزوه من الجناب ديالو بشي موس باش يجينا ساهل ملي نقلبوه. ها هو الطبق ديالنا بعد ما وجد. كما كتشوفوا زينتو بالكراميل وبطريفة التفاح. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموا الاعجاب، وكذلك التسجيل بالقناة بالنسبة للاخوات اللي باقي ما تسجلوش، وما تنساوش كذلك بارطاجيو الوصفة مع الأصدقاء ديالكم. إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.